هو اللي غلطان وكان عايز يخسرني كل فلوسي وياكل عليها حقي. لا انت اللي غلطان وعينك فارغه ومش بيملاها غير التراب. شوف بس خلاص. نسيتوا انكم اخوات؟ نسيتوا ان مهما كانت المشاكل الدنيا دي ما تساويش؟ نسيتوا ان ربنا بيغفر لكل حد ما بيشركش بيه الا واحد على خصام مع اخوه؟ وان حرام على مسلم ان يهجر اخوه فوق ال3 ايام، واللي يعمل كده ويموت هيكون مصيره في النار، وان اللي يهجر اخوه سنه كانه بيسفك في دماغه. تفتكروا بقى ان اي مشاكل ما بينكم تستاهل ان انتوا تخسروا اخرتكم عشانها؟ انتوا في الاخر مالكوش غير بعض، وخيركم من يبدا بالسلام. حقك عليا يا اخويا وانا اسف. يا ابني انا ماليش غيرك، انا كمان اسف، حقك عليا. ودي كانت سنه مهجوره عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي سنه مهمه جدا، وهي الصلح بين الناس، وثوابها اعظم من الصلاه والزكاه والصيام. بس الصلح بين الناس محتاج حد عنده عقل وحكمه وفطنه، فاللي يدخل من غيرهم هيفسد اكتر ما هيصلح. وبسبب عظمه الصلح بين الناس ربنا اباح فيه الكذب، ومن اهم اشكال الصلح بين الازواج.